أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع المحاضرة 12 والأخيرة من محاضرات قصة التتار من البداية إلى عين جالوت. في المحاضرات السابقة تحدثنا عن قصة التتار من بدايتها إلى عين جالوت، ذكرنا فيها تفصيلات وأغفلنا أخرى، وما أغفلناه من هذه التفصيلات لم يكن إلا لضيق الوقت فقط مخافة التطويل، وإلا فالقصة يا إخواني وأخواتي فعلا تحتاج أضعاف ذلك الوقت كي تحلل بعناية وتدرس بدقة. ولكن بعد هذه القصة لا بد لنا من وقفة. نحن لم نقص هذه القصة لمجرد التأريخ لما سبق من أحداث الأرض، أو لمجرد التنظير والتحليل دون عمل أو وقفة. نحن نقص القصة كما ذكرنا في بادئ المحاضرات للعبرة، للتفكر، للاستفادة. نحن نقص القصة لقراءة المستقبل. سبحان الله، ما أشبه اليوم بالبارحة، ما أشبه سقوط بغداد تحت أقدام الأمريكان بسقوط بغداد تحت أقدام التتار، ما أشبه المسلمين أيام التتار بمسلم اليوم، ما أشبه التتار بالأمريكان، ما صورة متكررة في التاريخ بشكل عجيب. والأمثلة على هذه الصورة كثيرة جدا جدا في التاريخ، ولكن نحن نربط هذه القصة بواقعنا. وإذا أردنا أن نتحدث عن صور أخرى من جوانب التاريخ الإسلامي بصفة خاصة أو جوانب التاريخ الإنساني بصفة عامة، سنجد كثيرا من الصور تتشابه مع واقعنا الآن. وانظروا إلى هذه المقاربة بين سقوط بغداد الأول وسقوط بغداد الثاني. ظهر التتار فجأة على مسرح الأحداث تماما كما ظهر الأمريكان، أمة بلا تاريخ قامت على السلب والنهب. قتل التتار الملايين من الأبرياء ليقيموا دولتهم على جماجم البشر، ولتسقى حضارتهم إن كانت هذه حضارة من دماء الملايين، من دماء المظلومين. كذلك فعل الأمريكان، قتل الأمريكان مئات الألوف بل الملايين من الهنود الحمر لكي يقيموا لهم دولة. نهبوا ثروات غيرهم، أقاموا ما يسمونه أيضا بحضارتهم على أشلاء وجماجم سكان البلاد الأصليين. ومرت الأيام وصار الأمريكان قطبا أوحدا في الأرض تماما كما صار التتار، ولم يقبلوا بالآخر أبدا، ورسخوا الظلم والبطش والقهر في الأرض مع ادعائهم المستمر أنهم ما جاءوا إلا لنشر العدل والحرية والأمان للشعوب. هكذا فعل التتار وهكذا يفعل الأمريكان. ما أشبه طاولة مفاوضات التتار بطاولة مفاوضات الأمريكان، عهود ولا ضمير، مواثيق ولا أمان، كلمات جوفاء تطلق في الهواء لتسكين الشعوب إلى أجل ولخداع البشر إلى حين، والعزم مبيت قبل التعاهد على نقض العهود، والنية معقودة قبل اللقاء على الطعن في الظهر. دخل الأمريكان بلاد المسلمين بحجج واهية تماما كما دخل التتار بلاد المسلمين بحجج واهية، ما احتاجوا أبدا إلى دليل دامغ أو إلى حجة ساطعة، بل كلها أوهام في أوهام وادعاءات في ادعاءات. تارة هم يحاربون الإرهاب، تارة يرسخون الديمقراطية، تارة يحررون الشعوب، تارة يبحثون عن أسلحة الدمار الشامل، تارة يبحثون عن زعيم هنا أو هناك. هكذا ليس المهم أي سبب سيدخلون من ورائه ولا تحت أي مسمى سيدخلون، ولكن حتما سيدخلون. وحارب الأمريكان في بلاد المسلمين حروبا كحروب التتار، حاربوا حروبا بلا قلب، لا تفرق بين مدني ومحارب أبدا، لا تفرق بين رجل وامرأة، لا تفرق بين طفل أو شاب أو شيخ كبير. واستولى الأمريكان على ثروات المسلمين تماما كما فعل التتار. وإلا فما الفارق بين البترول وبين الذهب والفضة؟ وما الفارق بين تغيير المناهج وتبديلها وتزييفها وبين إغراق مكتبة بغداد؟ طمس لكل ما هو إسلامي وروح همجية
لا تقبل الحضارة. وسبحان الله، كأن الله عز وجل أراد أن يطابق الأمريكان أفعال التتار، فجعل خطواتهم في إسقاط بغداد شديدة الشبه بخطوات التتار. فكما تمركز التتار أولا في أفغانستان، كذلك تمركز الأمريكان في أفغانستان. وكما تحالف بدر الدين لؤلؤ زعيم الأكراد في شمال العراق مع التتار، كذلك تحالف أكراد الشمال العراقي مع الأمريكان. وكما فتح كيكاوس الثاني وقلج أرسلان الرابع المجال الأرضي التركي لقوات التتار، فتح الأتراك الآن المجال الجوي التركي. إيه الفارق بين المجال الأرضي والمجال الجوي؟ حقا ما أشبه اليوم بالبارحة. وكما فكر التتار يا إخواني في التعاون مع الشيعة في العراق، فكر الأمريكان كذلك. وكما استغل التتار بعض المنافقين من المسلمين لبث الحرب الإعلامية التي تحط من نفسيات المسلمين وتلقي الرعب في قلوبهم، قام الأمريكان بنفس الشيء، حتى رأينا الصحف القومية في البلاد الإسلامية تتحدث عن تدريبات وتسليحات وإمكانيات الأمريكان، وتوسع الفجوة جدا جدا بين أمريكا والمسلمين، وتحبط المسلمين من أي إمكانية للمقاومة. وكما عمد هولاكو إلى توصية مؤيد الدين العلقمي الشيعي أن يحاول إنقاص أعداد الجيوش الإسلامية، كذلك فعل الأمريكان مع كثير من بلاد المسلمين، فوضعوا عليها قيودا في التسليح وفي أعداد الجنود وفي التدريبات وفي غير ذلك من الأمور العسكرية. وكما حوصرت بغداد من التتار حوصرت من الأمريكان، وكما قصفت بغداد من التتار قصفت من الأمريكان، وكما انهارت أسوار بغداد تحت قذائف التتار، انهارت أسوار بغداد أيضا تحت قذائف الأمريكان. وكما طلب التتار تسليم المجاهدين، فعل كذلك الأمريكان. وكما طلب التتار تدمير الأسلحة، فعل كذلك الأمريكان. وكما هرب المستعصم بالله من الموقف ورضي بالهوان، كذلك فعل صدام حسين. وكما قتل ولد المستعصم قبل أن يقبض عليه، قتل ولد صدام قبل أن يقبض عليه. وكما خالف التتار عهودهم بالأمان قبل دخول بغداد، كذلك خالف الأمريكان. وكما قال التتار أنهم سيخرجون من البلاد بعد تحريرها من المستعصم بالله، كذلك قال الأمريكان، ولم يخرج التتار ولم يخرج الأمريكان. وكما كون التتار مجلسا للحكم في العراق من المسلمين الموالين لهم، كون كذلك الأمريكان نفس المجلس وبنفس الطريقة. وكما كان ذلك المجلس لا يساوي شيئا عند التتار، فكذلك هذا المجلس لا يساوي شيئا عند الأمريكان. سبحان الله، صورة بالكربون من التاريخ. لكن يا إخواني ويا أخواتي، كل هذا الشبه بين التتار والأمريكان لا يخيفني ولا يرهبني، فملة الكفر واحدة، وحال الكفار يتشابه في كل الأزمان. إنما ما يخيفني حقا ويرهبني هو تشابه واقع المسلمين اليوم مع واقعهم أيام التتار. فنحن كما ذكرنا في الدرس السابق لا نهزم أبدا أبدا لقوة الكفار، سواء كانوا من التتار أو من الفرس أو من الروم أو الروس أو الأمريكان أو غيرهم، إنما نهزم لضعفنا في المقام الأول. افتقر المسلمون أيام التتار لكل مقومات النصر، قبل عين جالوت بالطبع، قبل أيام قطز رحمه الله، افتقروا إلى كل مقومات النصر، فكان لابد من الهزيمة والذل والهوان. وكذلك افتقر المسلمون في زماننا إلى نفس مقومات النصر، فكانت النتيجة هي العربدة الأمريكية والروسية والهندوسية واليهودية والصربية في أراضي المسلمين. الأمراض الأخلاقية يا إخواني وأخواتي التي تفشت في الأمة الإسلامية وكانت سببا في هذا الانهيار الرهيب أمام التتار هي نفس الأمراض الأخلاقية التي تفشت في أمتنا اليوم. لابد أن يقف المسلمون وقفة صادقة مع أنفسهم، يفتشون عن أدوائهم الخطيرة. لماذا يفعل أهل الأرض بنا ما يشاءون ونحن نزيد على المليار؟ لماذا؟ سؤال لابد من الإجابة عليه بصدق. لماذا لا يأبه بنا أهل الشرق أو أهل الغرب؟ لماذا نزع الله عز وجل المهابة منا من قلوب أعدائنا؟ ولماذا ألقى في قلوبنا الوهن
والضعف والخور. لماذا؟ فلنراجع التاريخ يا إخواني، ولنراجع الواقع. لقد سمعنا قبل ذلك في الدرس السابق وفي غضون المحاضرات السابقة بصفة عامة سمعنا أسباب النصر أيام قطز رحمه الله، وهي نفس أسباب النصر في كل معارك المسلمين، بدءا من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ومرورا بكل الانتصارات الإسلامية وإلى زماننا الآن، بل وإلى يوم القيامة. لأن أسباب النصر من السنن الإلهية، والسنن الإلهية لا تتغير ولا تتبدل. يقول تعالى: ولن تجد لسنة الله تبديلا. والذي يطلع على أسباب النصر سيدرك بوضوح أن الأمة الإسلامية في زمان انكسارها وضعفها قد تخلت كثيرا عن هذه الأسباب، وابتليت بالعديد من الأمراض الخطيرة، والتي هي ببساطة شديدة عكس أسباب النصر التي ذكرناها في الدرس السابق. تعالوا كده نقلب أسباب النصر ونعرض الأمراض التي تعاني منها أمتنا الآن، ثم كيف نتخلص من هذه الأمراض. المرض الأول هو عدم وضوح الهوية الإسلامية. والقاعدة الإسلامية الأصيلة التي وضحت لنا بعد عين جالوت هي: إن تنصروا الله ينصركم. ونصر الله عز وجل يكون بتطبيق شرعه والالتفاف حول راية إسلامية واحدة، ولا بد أن تكون الراية إسلامية بوضوح، إسلامية، لا عنصرية ولا قبلية ولا قومية. أما البعد عن منهج الله عز وجل وقبول الحلول الشرقية والغربية والإعراض عن كتاب الله عز وجل وعن سنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، فهذا أصل البلاء وهذا موطن الداء. ولم يغير المسلمون من واقع التتار إلا عندما ظهر من ينادي بالنداء الجميل العميق: وإسلاما، كما وضحنا قبل ذلك في أسباب النصر في عين جالوت. لكن مهما حاول أي قائد أن يحفز شعبه بغير الإسلام فلن يفلح أبدا، ولن تفلح الأمة أبدا. أبى الله عز وجل أن ينصرنا إلا إذا ارتبطنا به في الظاهر والباطن. ظاهرنا مسلم وباطننا مسلم كذلك. سياستنا مسلمة، اقتصادنا مسلم، إعلامنا مسلم، قضاؤنا مسلم، جيشنا مسلم، هكذا بوضوح، دون تستر ولا مواربة ولا خوف ولا وجل. ليس هناك ما نستحي منه يا إخواني ويا أخواتي، بل الذي يتبرأ من الدين هو الذي يجب أن يستحي. وسبحان الله، انظروا إلى واقعنا. الذين يتكلمون في الدين عليهم أن يكونوا حريصين جدا، وكل كلمة محسوبة عليهم، وعليهم أن ينتقوا الألفاظ بدقة، ويجب ألا يكون للكلمات مرام أخرى. أما الذين يتكلمون في الفجور والإباحية فكما يريدون، زي ما عايزين، لا ضابط ولا رابط. الفيديو كليب والبرامج الماجنة والإعلانات القذرة دون رقيب أو محاسب. كيف تنصر أمة فقدت هويتها إلى هذه الدرجة؟ كيف تنصر أمة يستحي فيها العالم أن يقول كلمة الحق، ولا يستحي فيها الفاجر أن يجاهر بفسوقه ومجونه؟ لابد من وقفة أيها المسلمون. ضياع الهوية الإسلامية هو المرض الأول والرئيسي لتمكن أعداء الأمة من بلادنا. طيب، إيه المرض الثاني؟ المرض الثاني الفرقة بين المسلمين، عكس الوحدة بين المسلمين. كما كان التصارع يا إخواني يتم بين كل الأقاليم الإسلامية أيام التتار، وكما كان جلال الدين يعيث فسادا في بلاد المسلمين، بينما جيوش التتار تقبع على بعد خطوات قليلة جدا جدا منه، كذلك نرى الخلاف والشقاق يدب بين كل بلاد المسلمين الآن تقريبا. قلما تجد قطرين إسلاميين متجاورين إلا ووجدت بينهما صراعا على حدود أو اختلافا على قضية. انشغل المسلمون تماما بأنفسهم، تركوا الجيوش المحتلة تعربد في ربوع العالم الإسلامي، وجعلوا همهم في التراشق بالألفاظ والخطب، وأحيانا بالحجارة والسلاح مع إخوانهم المسلمين. سبحان الله. ولا شك أن التنازع بين المسلمين قرين للفشل، كما ذكر ربنا في كتابه بوضوح، قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين.
يبقى ده مرض من الأمراض الخطيرة اللي احنا شايفينها فعلا بعينينا وتفسر لنا تمكن الأمريكان وغيرهم من بلاد المسلمين. المرض الثالث الترف والركون إلى الدنيا. كبرت الدنيا جدا في عيون المسلمين أيام التتار، وكذلك في أيامنا. هناك أجيال كاملة من المسلمين لا تعيش إلا لدنياها، وإن كانت هذه الدنيا حقيرة وذليلة. عاش كل فرد لنفسه، عاش كل فرد ليجمع المال ويجمل ويحسن في معيشته، ولينعم بأنواع الطعام والشراب والدواب والمساكن، وليستمتع بأنواع الغناء المختلفة وبأساليب الموسيقى المتجددة. وهكذا غرق المسلمون في دنياهم. كثير يا إخواني من الشباب يحفظ من الأغاني الماجنة أكثر مما يحفظ من القرآن. كثير من الشباب يعلم بالتفصيل تاريخ حياة الفنانين والفنانات الأحياء منهم والأموات، ويعلم على وجه اليقين سيرة كل لاعب في بلادنا أو في بلاد غيرنا، ولا يعلم شيئا عن تاريخ وسيرة أبطال وعلماء وقواد المسلمين، بل لا يعلم شيئا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قد لا يعلم شيئا عن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه. سبحان الله، أليس هذا مرض يحتاج إلى علاج؟ الترف يا إخواني من أسباب الهلك الواضح. يقول الله عز وجل في كتابه: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وصل الترف اليوم في بلاد المسلمين إلى عموم المسلمين، حتى وصل إلى فقرائهم. تخيلوا، إلى الفقراء. الرجل قد لا يجد قوت يومه ثم هو لا يستغني عن السيجارة. سبحان الله، يكاد لا يجد ما يستر به نفسه وأولاده ثم هو يجلس بالساعات على المقاهي والكافيتريات والكوفي شوب وما إلى ذلك. قد لا يستطيع أن يعلم أولاده لكنه حريص كل الحرص على اقتناء فيديو أو طبق فضائي. والترف الفكري، سبحان الله، وما أدراك ما الترف الفكري، خطير جدا جدا. تمتلئ أذهان الكثير ممن يعتبرون أنفسهم من المثقفين بأشياء لا تسمن ولا تغني من جوع أبدا. أفكار فلسفية، مدارس علمانية، نظريات مادية، أقوال وحكم لأناس لا يزنون شيئا أبدا في ميزان الحق. أيصح هذا لأمة تعاني من أزمة؟ أيصح هذا لأمة محتلة في أكثر من بقعة من بقاعها؟ أيصح هذا لأمة متأخرة في معظم مجالات الحياة، المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والعلمية بل والأخلاقية؟ هذا لا يستقيم أبدا. سبحان الله، لكن هذا واقع نراه بأعيننا. نعم، هو واقع أليم، لكننا لا نريد أن نكون كالنعام ونضع رؤوسنا في الرمال ونخفي هذه الحقائق عن أعيننا لنعيش في سعادة. هذا لا يستقيم، هذا من الغباء، هذا من الحماقة. لا نستطيع أن نفعل ذلك، ولكن نواجه أمراضنا، نقف وقفة جادة مع أمراضنا لنعالجها. ولن ينصلح حال المسلمين ولن تحرر بلادهم أبدا 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 إلا بتطبيق شرع ربنا، إلا بموافقتنا لسنن ربنا سبحانه وتعالى في النصر. وهذا مشاهد في التاريخ ومشاهد في الواقع. المرض الرابع من أمراض الأمة الإسلامية، وهو من الأمراض الخطيرة، ترك الجهاد يا إخواني. كنتيجة طبيعية للانغماس في الدنيا والترف الزائد عن الحد، ترك المسلمون الجهاد ورضوا بالسير في ذيل الأمم، وقبل المسلمون ما سماه عدوهم السلام، بينما هو بوضوح استسلام. لم يفقه المسلمون أيام التتار كما لم يفقه كثير من المسلمين في زماننا الآن أن السبيل الأساسي لاستعادة حقوق المسلمين المنهوبة هو الجهاد، وأنه وإن كان السلام يصلح أن يكون اختيارا في بعض الظروف، إلا أن السلام لا يمكن أن يكون الخيار المطروح إذا انتهبت حقوق المسلمين، وإذا سفكت دماؤهم، وإذا شردوا في الأرض، وإذا استهزئ بدينهم وبرأيهم وبمكانتهم. لم يفقه المسلمون أن السلام لا يكون إلا باستعادة كامل الحقوق، ولا يكون إلا ونحن أعزاء، ولا يكون إلا ونحن نمتلك قوة الردع الكافية للرد على العدو إذا خالف معاهدة السلام.
أما بدون ذلك فالسلام لا يكون سلاما بل يكون استسلاما، وهو ما لا يقبل في الشرع. يجب أن يفقه المسلمون جيدا أن كلمة الجهاد ليست أمرا عيبا يجب أن نستحي منه أو نداريه، ليست كلمة قبيحة يجب أن تنزع من مناهج التعليم ومن وسائل الإعلام ومن صفحات الجرائد والكتب ومن خطب الجمعة ومن الدروس ومن غير ذلك أبدا يا إخواني. الجهاد كلمة عظيمة جدا، الجهاد ذروة سنام الإسلام، الجهاد أعلى ما في الإسلام، شاء ذلك أم أبى أعداء الأمة، أي أعداء للأمة سواء من خارجها أو سواء من أبنائها. كلمة الجهاد بمشتقاتها وردت في كتاب الله عز وجل أكثر من 30 مرة. كلمة القتال بمعنى قتال الأمة لأعدائها، هذه الكلمة وردت أكثر من 90 مرة في كتاب الله عز وجل. كلمة النصر وردت أكثر من 140 مرة. أين نذهب بهذه الكلمات؟ أين نذهب بهذه الآيات؟ أين نذهب بقول الله عز وجل يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال؟ أين نذهب بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة؟ إمتى تظهر الغلظة؟ إن كانت كل بلاد المسلمين محتلة وإحنا لسه بندور على السلام. أين نذهب بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة؟ يا إخواني ويا أخواتي، أن لأمة تريد أن تحمي نفسها وتدافع عن عرضها وشرفها أن تترك الجهاد والقتال في أي عرف أو في أي قانون أو في أي ملة تحفز الأمة التي تحتل في المشرق والمغرب على عدم الحديث عن الجهاد والقتال والحرب والإعداد. في أي قانون هذا؟ أنا أعتقد يا إخواني أن هذا المرض مرض ترك الجهاد وترك الحديث عنه وترك الإعداد له من أعظم أمراض الأمة، وليس في تاريخنا أبدا أبدا أي قيام إلا به، إلا بالجهاد في سبيل الله، ولنا في التاريخ عبرة. المرض الخامس مرض خطير برضو، إهمال الإعداد المادي للحروب. رأينا كيف اجتهد التتار في إعداد كل ما يمكنهم من النصر، سواء من الجنود أو السلاح أو تجهيز الطرق أو وضع الخطة أو الاهتمام بالأحلاف والحرب النفسية أو إعداد الخطط البديلة. كان إعدادا متميزا حقا، وراجعوا محاضرة الإعداد لغزو العراق. وعلى الجانب الآخر كان المسلمون يعيشون في واد آخر، أهملت الجيوش الإسلامية وانحدر مستواها، ولم يهتم حاكم بتحديث سلاحه أو تدريب جنده، لم توضع الخطة المناسبة، لم توجد المخابرات الدقيقة، تهاون المسلمون جدا جدا في إعدادهم، رتبت أولوياتهم بصورة مخزية. بينما قل ظهور النماذج المتفوقة في المجالات العلمية والقيادية والإدارية، كثر ظهور المطربين والمطربات والراقصين والراقصات واللاعبين واللاعبات واللاهين واللاهيات. سبحان الله، أهذه أمة تعد لتحرير بلادها من عدو محتل؟ سبحان الله، أمة بهذا الإعداد لابد أن تهزم. أمة الإسلام يا إخواني بغير إعداد لا تقوم. ليس معنى أننا نريد أن نتوكل على الله عز وجل أن نهمل الأسباب، وليس معنى أننا نطلب الإعداد أن نهمل الاعتماد على ربنا سبحانه وتعالى. لا بد من الأمرين معا، نبذل قصارى جهدنا في إعداد الأسباب المادية، ونلجأ إلى الله عز وجل بصدق أن ينصرنا على أعدائنا، وأن ييسر لهذه الأسباب أن تؤتي نتائجها. يبقى ده كان مرض خطير جدا وما زال مستمرا الحقيقة. وراجعوا الإحصائيات لحال الأمة الإسلامية العلمي والاقتصادي والسياسي والعسكري علشان تعرفوا مدى المأساة التي تعيشها الأمة. المرض السادس افتقار المسلمين إلى القدوة. تربية القدوة كما ذكرنا كثيرا قبل ذلك أعلى آلاف المرات من تربية الخطب والمقالات. الجنود يشعرون بالغربة الشديدة ويفقدون الحماسة تماما إذا افتقدوا القدوة. 1000 خطاب للتحميس على الجهاد لا يفعل شيئا إذا وجد الجنود قائدهم أول المختبئين عند الكوارث. 1000 خطاب عن الأخلاق الحميدة لا يقدم شيئا في الأمة
إن كان الذي يقتدى به لا يصلي أصلا ولا يصوم ولا يتسم بنظافة اليد واللسان وبطهارة الضمير والوجدان؟ كيف يلتزم شعب بدينه وبشرع ربه وقلما استمع إلى لفظ الجلالة الله من زعيمه أو أستاذه أو مربيه؟ المرض السابع الخطير جدا جدا موالاة أعداء الأمة. وخلي بالكم كل ما نذكره الآن هو عكس أسباب النصر. لو رجعتوا أسباب النصر 10 اللي قلناها قبل كده هتلاقوا الأمراض ديت برضو 10 وهي عكس أسباب النصر. ليس في ديننا لبس ولا غموض. تركنا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. موالاة أعداء الأمة مرض خطير. دوما كانت هذه المصيبة سببا مباشرا من أسباب سقوط الأمة الإسلامية. ما جرت موالاة أعداء الأمة على الأمة إلا الويلات والكوارث، وإنها والله لخزي الدنيا وعذاب الآخرة. يقول تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. تحذير مباشر وخطير. رأينا في قصتنا كيف اقترف الكثير من زعماء المسلمين جريمة موالاة التتار، ورأينا العواقب بوضوح. بل رأينا كيف أن هذه الموالاة الممقوتة لم تنفع حتى أصحابها، لأنه عادة ما يضحي النصارى أو اليهود أول ما يضحون بمن والاهم من المسلمين، سبحان الله، لأنهم لا وزن لهم عندهم ولا قيمة. فيا ليت الذي يبيع نفسه وأمته ودينه للشيطان وأعوانه يعلم أنه يبيع كل ذلك بلا ثمن، وأنه يخسر دنياه وآخرته، وأنه مهما استفاد فيما يعتقد فهو في النهاية خاسر. يقول تعالى في كتابه الكريم: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يبقى ده كان المرض السابع الخطير. المرض الثامن الإحباط. الأمة المحبطة من المستحيل كما ذكرنا قبل ذلك أن تنتصر. القنوط ليس أبدا من صفات المؤمنين. يقول تعالى في كتابه الكريم: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يبقى ده كان المرض السابع الخطير. المرض الثامن الإحباط. الأمة المحبطة من المستحيل كما ذكرنا قبل ذلك أن تنتصر. القنوط ليس أبدا من صفات المؤمنين. قال الله عز وجل في كتابه: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. عمل التتار كما عمل الأمريكان على خفض الروح المعنوية للشعوب المسلمة إلى أدنى درجة ممكنة. عظموا كل ما هو تتري أو أمريكي وخفضوا كل ما هو مسلم. وسعوا الفجوة جدا جدا بين إمكانيات العدو وإمكانيات الأمة. صوروا لهم أنه لا سبيل للنجاة إلا بالخنوع والخضوع والتسليم. مش معنى أننا نذكر كل هذه الأمراض ونذكر واقعا نعيش أننا نحبط أبدا. نستطيع يا إخواني أن نقوم إذا عالجنا هذه الأمراض. وذكرنا في الدرس السابق أن العودة إلى الله عز وجل ليس من الضروري أن تأخذ وقتا طويلا، بل هي لحظة يعود فيها المسلم إذا أراد أن يعود إلى ربه، بل ويجد أن الله عز وجل في خير استقبال له، يفرح بتوبته، يفرح بعودته، يمكنه، يعطي له السيادة في الأرض والتمكين، يحوطه برعايته. سبحان الله، من الذي يجب أن يتودد إلى الآخر؟ نحن الذين نتودد إلى ربنا أم أن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يتودد إلينا؟ إخواني في الله، نحن الذين نحتاج إلى ربنا سبحانه وتعالى سواء في الدنيا أو في الآخرة. وقد رأينا في التاريخ يا إخواني، رأينا واقعا، رأينا أن مصيبة التتار على عظمها وعلى كونها أعظم آلاف المرات من المصائب التي نمر بها الآن قد أتبعت بنصر مجيد على يد قطز رحمه الله.
وكان من أهم الأسباب للنصر أنه رحمه الله رفع الروح المعنوية لجيشه ولشعبه، وعلمهم أن التتار خلق من خلق الله لا يعجزونه أبدا، وأن المسلمين إذا ارتبطوا بالله عز وجل فلا سبيل لأحد عليهم مهما كان، لا تتار ولا يهود ولا أمريكان. علمهم قطز رحمه الله أن الدولة الأخيرة لابد أن تكون للمسلمين. وليعلم المسلمون في كل زمان أن النصر لا يأتي إلا بعد أشد لحظات المجاهدة، هذه حقيقة يا إخواني ويا أخواتي. وليعلم المسلمون في كل زمان أنه إذا أوصدت كل الأبواب وأظلمت الدنيا وشعر المسلمون أن الأزمة قد بلغت الذروة التي لا ذروة بعدها، فكل هذه علامات واضحة وبينة على أن النصر سبحان الله أصبح قريبا جدا. استمعوا إلى قول الله عز وجل في سورة البقرة، يقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. وصل الأمر إلى الذروة، قالوا متى نصر الله؟ انظر إلى التعقيب: ألا إن نصر الله قريب. عند ارتفاع ذروة المأساة يأتي نصر الله عز وجل. هذه من سنن رب العالمين سبحانه وتعالى في كونه وفي خلقه. المرض التاسع: توسيد الأمر لغير أهله. رأينا في قصة سقوط بغداد الأولى كيف أن الأمر قد وسد لغير أهله كثيرا. ضيعت الأمانة، تولى المناصب العليا في البلد أناس افتقروا إلى الكفاءة كما افتقروا إلى التقوى، فلا قوة ولا أمانة، وهذه والله الطامة الكبرى. إذا لم يصل إلى مراكز القيادة إلا أصحاب الوساطة أو القرابة أو الرشوة فهذا أمر خطير بل شديد الخطورة. إذا رأيتم أن القريب لا يوظف إلا قريبه، وأن المراكز تباع وتشترى وتهدى، وأن أصحاب الكفاءات لا تقدر كفاءتهم ولا يرفع من قدرهم، فاعلم أن النصر في هذه الظروف مستحيل. وهي نفس أسباب الهزيمة والهوان في أي عصر من العصور. وتذكروا جيدا أننا لا نهزم لقوة أعدائنا ولكن لضعفنا وسوء إعدادنا. طيب كيف يكون النصر؟ أمر في منتهى البساطة، لا لبس ولا غموض. سبحان الله، النصر هو أن تعالج هذه الأمراض العشرة التي ذكرناها، أن تعالجها علاجا حقيقيا صادقا. لابد أن نعترف بوجود هذه الأدواء أولا، ثم نسعى جاهدين صادقين لعلاجها وللرقي بهذه الأمة ولتوظيف كل الطاقات لتمكين هذه الأمة الإسلامية في الأرض. لذا النصر يا إخواني ببساطة يكون في الأمور العشرة التالية بإيجاز شديد جدا جدا، في مجرد تلغرافات وندرسها بعد كده. 1. العودة الكاملة غير المشروطة لله عز وجل ولشرع الحكيم. 2. الوحدة بين المسلمين جميعا على أساس الدين. 3. الإيمان بالجنة والزهد في الدنيا والبعد عن الترف. 4. تعظيم الجهاد والحث عليه وتربية النشء والشباب على حب الموت في سبيل الله. 5. الاهتمام بالإعداد المادي من سلاح وعلم وخطط واقتصاد وتقنيات وسياسات وغير ذلك. 6. إظهار القدوات الجليلة وإبراز الرموز الإسلامية الأصيلة وتعظيمها عند المسلمين. 7. عدم موالاة أعداء الأمة والفقه الحقيقي للفرق بين العدو والصديق. 8. بث روح الأمل في الأمة الإسلامية ورفع الهمة والروح المعنوية للشعب. 9. توسيد الأمر لأهله، وأهله هم أصحاب الكفاءة والأمانة. 10. الشورى الحقيقية التي تهدف فعلا إلى الخروج بأفضل الآراء. يبقى ديت كانت أسباب 10، كل واحد منها محتاج لمحاضرات كثيرة، كل واحد منها محتاج لدروس منفصلة، كل واحد منها محتاج لتفريغ جهد متواصل من كل مخلص في هذه الأمة يريد لها القيام والسيادة والتمكين في الأرض. لكن ملاحظة أخيرة إخواني في الله، وملاحظة في غاية الأهمية: مع كل التطابقات السابقة بين السقوطين القديم والحديث للأمة الإسلامية في السابق وللأمة الإسلامية الآن، مع كل هذه
التطابقات، إلا أن هناك فارقا هاما جدا بين القصتين. هذا الفارق يبعث الأمل الكبير في النفوس، ينفي عنها الإحباط المقيت. هذا الفارق هو ببساطة المقاومة. شاهدنا في هذا الاحتلال الحديث مقاومة ضارية من الشعب العراقي بعد انهيار الجيش، وبالذات في المثلث السني، وشاهدنا ضحايا من المغتصب الأمريكي، وشاهدنا فشلا أمريكيا في اختراق صفوف المقاومة، وشاهدنا تعاطفا من العالم الإسلامي مع المجاهدين العراقيين، وشاهدنا قلقا أمريكيا واضحا سواء في القيادة أو في المعارضة أو في الشعب أو في الجنود. وصل الأمر إلى انتحار بعض الجنود في صفوف الجيش الأمريكي في العراق. كل هذه المشاهدات لم نرها في القصة القديمة. وإذا راجعتم الوضع في فلسطين فستجدون الوضع متشابها مع ما أذكره الآن. في السابق لم نشاهد أي مقاومة للإمارات الصليبية وقت سقوط الشام تحت أقدام الاحتلال التتري والصليبي، والآن نشاهد مقاومة ضارية في أرض فلسطين، ولا نشاهد اعترافا أبدا بالوجود اليهودي في داخل أرض فلسطين إلا من طائفة من المنتفعين. شتان بين أمة تقاوم وبين أمة تركع ولا تقاوم. كل المشاهدات هذه لم نرها في القصة القديمة يا إخوان، مما يعطي انطباعا واضحا أننا في وضع أفضل الآن، وأن حالتنا لم تصل إلى الحالة المتردية التي كانت عليها الأمة أيام التتار. وكل هذا يبعث الأمل لا شك في النفوس، ويقوي العزيمة على القيام من جديد. ونصر الأمة والله يا إخواني والله آت لا محالة، مهما طال الزمان ومهما تعقدت الظروف. وإذا كانت الأمة قد استطاعت الخروج من أزماتها الطاحنة أيام التتار، فنحن إن شاء الله على الخروج من أزمتنا أقدر. والله عز وجل الذي أخرج قطز من بين صفوف المؤمنين قادر على إخراج أمثاله من بين صفوفنا، ولتعلمن نبأه بعد حين. وما زالت لنا وقفات يا إخواني وأخواتي مع القصة التي بين أيدينا. هذه قصة التتار، وهذه قصة عين جالوت، دورة طبيعية من دورات التاريخ. التاريخ من طبيعته أن يصعد بأمة إلى أعلى الدرجات ثم يهوي بها إلى أسفل سافلين، وتلك الأيام نداولها بين الناس. صعد التتار ثم هبطوا، وهبط المسلمون ثم صعدوا، وسيكون بعد الصعود هبوط، وسيكون بعد الهبوط صعود، وهكذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ونحن إنما نعرض التاريخ لا لمشاهدة الصعود والهبوط فقط، ولكن لدراسة الأسباب التي أدت إلى رفعة قوم وإلى ذلة آخرين. والتاريخ كما ذكرنا يتكرر بصورة عجيبة، ومن قرأ التاريخ أضاف إلى خبراته خبرات السنين وخبرات الأمم وخبرات الزمان والمكان. في هذه القصة رأينا كيف تحول مسار التاريخ تماما بظهور رجل معين هو قطز رحمه الله، كما تحول مسار التاريخ قبل ذلك تماما أيضا في نفس القصة بظهور رجل آخر هو جنكيز خان لعنه الله. وشتان بين الشخصيتين مع أن كليهما مغير. لقد كان لكل منهما تأثير مهول، كلاهما أثر في الملايين، كلاهما أثر في جغرافية الأرض، كلاهما أثر في حركة التاريخ، ولكن شتان بين الأثرين. أما الأثر الأول فقد استمد قوته من قوة الإيمان والروح وشريعة الإسلام، وأما الأثر الثاني فقد استمد قوته من قوة الجسد والسلاح وشريعة الغرب. من السهل جدا أن تدمر، ولكن من الصعب جدا أن تبني. من السهل جدا أن تظلم، ولكن من الصعب جدا أن تعدل. من السهل جدا أن تغضب، ولكن من الصعب جدا أن تعفو. وهذه هي روعة الإسلام. قطز إنسان كما أن جنكيز خان إنسان، لكن الأول جمل إنسانيته بالإسلام، والثاني يا لخسارته حرم الإسلام، فتغيرت حركة التاريخ تبعا لذلك. قطز بنى حضارة الإنسان واستحق أن يكون خليفة في الأرض. قال تعالى:
إني جاعل في الأرض خليفة. وجنكيز خان هدم حضارة الإنسان، واستحق بذلك أن يكون مسخا ملعونا. قال تعالى: اذهب فمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. وأمثال جنكيز خان في الأرض كثير، ولكن على عكس ذلك أمثال قطز في الأرض قليل، لأنه كما ذكرنا ما أسهل التدمير وما أصعب البناء. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وسبحان الله يا إخوان، من المؤرخين من يشكك في أن التاريخ لا يصنع بإنسان بعينه، وأن الإنسان الفرد لا يقوى على تغيير المجتمعات ولا يقوى على تغيير حركة التاريخ، ولكن التاريخ نفسه سبحان الله يثبت عكس ذلك يا إخوان. تغيرت حركة التاريخ تماما في أزمان كثيرة وفي أماكن متعددة بظهور أشخاص بعينهم. لا أقول لك تغيرت بحياة رسول أو نبي، فهذا واضح مفهوم، وجود الوحي والتوجيه الرباني المباشر يجعل المقارنة مع بقية فترات التاريخ مستحيلة. لكن أقول لك تتغير حركة التاريخ بأشخاص معينة، لا أنبياء ولا رسل. يعني مثلا تغيرت حركة التاريخ بوجود رجل مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ورجع حروب الردة. تغيرت حركة التاريخ بوجود رجل مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ورجع فتوح الإسلام. تغيرت حركة التاريخ بوجود عمر بن عبد العزيز رحمه الله، بظهور موسى بن نصير، بظهور عبد الرحمن الداخل، بظهور عبد الرحمن الناصر، عماد الدين زنكي، نور الدين محمود، صلاح الدين الأيوبي، محمد الفاتح، عبد الله بن ياسين، يوسف بن تشفين. كتير يا إخواني، كتير جدا جدا، رحمهم الله جميعا. نعم يظهرون على فترات متباعدة، ولكن سبحان الله يمتد أثرهم إلى أماد بعيدة. روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الناس كالإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة. سبحان الله. لكن هذه الراحلة إن وجدت فيا سعادة أهل الأرض بوجودها. روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. سبحان الله. قطز لا شك كان من هؤلاء المجددين. إن شئت فتحدث عن إيمانه وخشوعه، وإن شئت فتحدث عن عفته وعفافه، تحدث عن كفاءته ومهارته، عن صدقه وإخلاصه، عن جهاده وتضحيته، عن قوته وبأسه، عن صبره ومصابرته، عن حلمه وتواضعه، عن علمه وخبرته. سبحان الله. كان رجلا مجددا بمعنى الكلمة. كان كما وصفه الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، حيث قال: كان فارسا شجاعا سائسا دينا محببا إلى الرعية، هزم التتار وطهر الشام منهم يوم عين جالوت، ويسلم له إن شاء الله جهاده. وكان شابا أشقر وافر اللحية تام الشكل، وله اليد البيضاء في جهاد التتار، فعوض الله شبابه بالجنة ورضي عنه. سبحان الله. شوفوا جمال الكلام عن قطز رحمه الله. وكان كما وصفه ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية قال: كان شجاعا بطلا كثير الخير ناصحا للإسلام وأهله، وكان الناس يحبونه ويدعون له كثيرا. سبحان الله. لاحظ أن المؤرخين المسلمين يعلقون دائما على مسألة حب الناس للشخص، يعلقون على حب الرعية للزعيم. هذا مقياس دقيق جدا من مقاييس العظمة الحقيقية. الصالحون من هذه الأمة لا يحبون إلا صالحا ولا يبغضون إلا فاسدا، ومن أجمع الصالحون على حبه فهو محبوب عند الله عز وجل، ومن أجمع الصالحون على بغضه فهو بغيض عند الله عز وجل. ليس هذا كلامي، ولكن كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء،
قال ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه، قال فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، قال فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. وهكذا يا إخواني نرى بوضوح في حركة التاريخ أن هناك رجالا بعينهم يغيرون فعلا من مسار التاريخ. ولكن مع وضوح هذا الأمر ومع جلاء هذا الأمر أمام أعيننا في كل صفحات التاريخ، فإن العجيب أن الناس دائما يبحثون عن هذا الرجل في خارج بيوتهم، في خارج شوارعهم أو مدنهم. يعتقدون دائما أن هذا الرجل سيأتي من بعيد جدا جدا، من بعيد في المكان ومن بعيد في الزمان، بل لعله يأتي من خارج الأرض. سبحان الله. لماذا لا يعد كل واحد منا نفسه وأهله وأبناءه وإخوانه ليكونوا هذا الرجل المغير؟ لماذا لا يكون قطز أنت؟ لماذا لا يكون قطز ابنك؟ لماذا لا يكون أخاك؟ لماذا ندرس التاريخ يا إخواني؟ ليه؟ قعدنا 12 محاضرة نتكلم في التاريخ. ألسنا ندرسه لكي نسير على درب الصالحين ونتجنب دروب الفاسدين؟ لماذا لا نسير على خطوات قطز رحمه الله الواضحة الثابتة لنصل إلى عين جالوت في زمان كثر فيه التتار أو أشبه التتار؟ والله يا إخواني ما عاد لدينا عذر، أقيمت علينا الحجة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. تلك يا إخواني ويا أخواتي كانت قصة قطز رحمه الله، ولكن بقيت في القصة مفاجأة. بقي الفصل الأخير العجيب، بقيت مفاجأة قصوى في قصة قطز رحمه الله. والمفاجأة هي أنه لم يبقى قطز رحمه الله في كرسي الحكم إلا 11 شهرا و17 يوما فقط، ما كملش سنة. سبحان الله. كل هذا التاريخ المجيد والإعداد المتقن والتربية العالية والانتصار المذهل والنتائج الهائلة والآثار العظيمة، كل هذا في أقل من سنة. مات قطز رحمه الله بعد انتصار عين جالوت ب50 يوما فقط. سبحان الله. ومع أنه حكم هذه الفترة البسيطة إلا أنه كان فعلا من أعظم رجال الأرض. تبقى الحقيقة واضحة يا إخواني ويا أخواتي. قيمة الرجال وعظمة الأبطال لا تقاسان أبدا بطول العمر ولا بكثرة المال ولا بأبهة السلطان، إنما المقياس الصحيح الصادق يكون بالأعمال الخالدة التي تغير من وجه التاريخ ومن جغرافية العالم، وهي في ذات الوقت تثقل في ميزان الله عز وجل. سلوا أنفسكم يا إخواني ويا أخواتي، من قطز إذا لم يتمسك بشرع الله عز وجل وينتصر في عين جالوت بفضل تمسكه بهذا الشرع والتزامه في السير في طريق الله عز وجل؟ من قطز بغير هذا الطريق؟ لا شك أن التاريخ كان سيغفل اسمه كما أغفل أسماء الكثيرين الذين كانوا كغثاء السيل، بل كانوا وبالا على شعوبهم وأوطانهم مع حكمهم الفترات الطويلة والأعمار المديدة. لا شك أن حفر الاسم في سجل التاريخ يحتاج إلى رجال عظماء، ولكن ليس بالضرورة أن يحتاج إلى وقت طويل. الناس تعتقد أن التغيير لابد أن يأخذ فترات طويلة جدا، ولذلك يحبطون. والحق الذي رأيناه في هذه القصة غير ذلك. التغيير لا يعتمد على طول الزمن، إنما يعتمد على نوعية الرجال المغيرين. إن وجد هؤلاء العظماء فالنصر قريب والتغيير ممكن بل أكيد، وإن لم يوجد أمثال هؤلاء فقد تمر على الأمة عشرات السنين وهي لا تتقدم خطوة بل تتأخر خطوات. كان الشيخ العز بن عبد السلام رحمه الله يخشى على الأمة بعد أن فقدت قطز رحمه الله بهذه السرعة، يخشى عليها أن تنهار، يخشى عليها أن يضيع منها النصر الكبير. قال بعد موت قطز وهو يبكي بشدة: رحم الله شبابه، رحم الله شبابه، لو عاش طويلا لجدد للإسلام شبابه. الله.
ولكن سبحان الله، قطز يا إخواني جدد فعلا للإسلام شبابه مع أنه لم يعش طويلا. ظلت دولة المماليك قرابة 3 قرون تزود عن حمى المسلمين، ترفع راية الإسلام. وضع قطز رحمه الله الأساس المتين، وعليه سيبني الآخرون بناء راسخا، وبغير الأساس من المستحيل أن يرتفع البناء. يقول الشيخ العز بن عبد السلام رحمه الله: ما ولي، اسمع هذه الكلمات، ما ولي أمر المسلمين بعد عمر بن عبد العزيز رحمه الله من يعادل قطز رحمه الله صلاحا وعدلا. سبحان الله، انظروا إلى قيمته في الميزان الإسلامي. ثم نقول: كيف صنع قطز رحمه الله هذا المجد؟ بل نقول: كيف صنع قطز رحمه الله؟ صنع قطز رحمه الله يا إخواني وأخواتي بكتاب الله القرآن، وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيبقى واضحا جليا أمام الناس أجمعين أن أعظم معجزات هذا الدين هي صناعة الرجال. وإلا خبروني بالله عليكم، من عمر بغير الإسلام؟ من خالد بغير الإسلام؟ من طارق بن زياد بغير الإسلام؟ ومن قطز بغير الإسلام؟ وكتاب الله بحمد الله بين أيدينا، وكذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظهما الله لنا، وسيظل كذلك إلى يوم القيامة، ولن تضل الأمة أبدا ما دامت تتمسك بهما. روى الإمام مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه. معين الأمة لا ينضب أبدا أيها المؤمنون. والله عز وجل الذي خلق خالدا والقعقاع وطارقا وصلاحا وقطز سيخلق لهذه الأمة دوما رجالا يغيرون من واقعها ويجددون لها دينها وشبابها، ويبعثون في نفوس أبنائها الأمل، ويقودونها بإذن الله إلى صدارة الأمم وقيادة العالمين، بل ويقودونها إن شاء الله إلى جنات النعيم. في الإسلام يا إخواني وأخواتي والله عز الدنيا وعز الآخرة. وبعد إخواني وأخواتي في الله، انتهت قصة التتار، وانتهت قصة عين جالوت، ومات الصالحون ومات الطالحون، مات الجند الظالمون ومات الجند المؤمنون، ومرت الأعوام والأعوام والقرون والقرون، ذهبت الديار والرجال والقلاع والحصون، ذهبت الأفراح والأتراح، وذهبت الضحكات والدموع، ذهب كل شيء ولم تبق إلا العبرة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. الذي بقي يا إخواني هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. سبحان الله، هكذا عز في الدنيا وعز في الآخرة. الذي بقي يا إخواني هو القانون الإلهي والسنة الكونية التي لا تتبدل ولا تتغير. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. ونسأل الله عز وجل أن يجعل حياتنا كلها في سبيل الله، وأن يجعل كلامنا وواقعنا ككلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكواقعهم عندما أجابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وأسأل الله عز وجل أن يجعل لنا في التاريخ عبرة، فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.